حماية التراث الثقافي الوطني، خاصة وأنه كثيرا ما يتعرض لمحاولات النهب والإتجار غير المشروع. وعليه فإننا وفي إطار هذه العناية الرفيعة ندعو كل الفاعلين في المجال إلى ضرورة تفعيل وتسهيل كل الإجراءات اللازمة للشروع في العمل الميداني بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات ذات الصلة قصد وضع آليات مناسبة لحماية هذا الإرث وتثمينه وفق ما تنص عليه المرجعيات القانونية والاتفاقيات المبرمة، اعتبارا أن تنفيذ اتفاقية 2001 يهدف أيضا إلى ضمان إسهام التراث الثقافي المغمور بالمياه في تجسيد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، كونه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية ومكونا أساسيا لنظم إيكولوجية مائية محددة، ويرتبط ارتباطا مباشرا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعليه فإننا نهيب بكل الفاعلين بضرورة العمل على إدراج التراث الثقافي المغمور بالمياه في مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يهدف أساسا إلى التطوير المستدام في التنمية الاقتصادية للجزائر، لا سيما في قطاع النشاطات البحرية وريادة الأعمال والابتكار. ولا يمكن لذلك أن يتأتى بعيدا عن الأهداف التي يسعى إليها ملتقانا هذا، والمتمثلة في وضع خطة وطنية تنفيذية في مجال البحث وتحديد المؤشرات والنقاط المرجعية لتأطير الحماية والتثمين وفقا لمبادئ ومرجعيات اتفاقية 2001، وعبر تطبيق مناهج البحث والاستكشاف الحديثة، وكذا وضع الخريطة الأثرية للتراث المغمور بالمياه كأولوية وطنية وعملية استعجالية لاستكمال الخريطة الأثرية الوطنية الشاملة. أخيرا، لا يسعني أيها الحضور الأفاضل إلا أن أجدد أسمى الشكر والتقدير لكل الخبراء والحاضرين معنا، مع كل الرجاء لكم بالتوفيق والسداد في وضع الخطط الناجعة التي تحمي تراثنا وتصون ذاكرتنا الوطنية. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.